لا تدمر مستقبلك الكروي بالجهد العضلي الزايد. انه عندك حماسة بأي مباراة، حتى اذا كنت تلعب نهائي كأس العالم، لازم يصير عندك توازن بين الجهد العضلي والعقلي، وستيب باي ستيب مستواك العام راح يرتفع. لياقتك، ذهنيتك. يعني لما تكون تفكر تسوي توازن بين الجهد العضلي والذهني، ستيب باي ستيب مستواك العام راح يرتفع. اذا زدت الجهد العضلي ممكن تدمر حياتك وتظل مستمر بهذه الدوامة. هذه لازم تسوي توليف بيناتهن دائما. تفكر انه تسوي توليف بين الجهد العضلي والعقلي. لا تسجل مو مشكلة، بس لا تنصاب، لا تدمر مستقبلك الكروي وتنصاب. اكثر لاعب دمر مستقبله الحماس والجهد العضلي هو رونالدو الظاهرة. البتوينات مالته هي تقريبا نفس البتوين مال يزن، بس رونالدو البتوين مالته كلش بعيد. يعني بين قدم وقدم ماكو داعي يسوي هذا البتوين لهالدرجة هاي. سوي البتوين مال نيمار، يسويه قصير، يعني مو بعيدة، قدم عن قدم بعيدة. ف ماكو داعي تضيف هذا البتوين بهالطريقة هذه والجهد العضلي، وممكن تدمر مسيرتك الكروية.